السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب لي ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقنا ويرزقكم جميعا الخير ان شاء الله. النهارده الثلاث، تالت يوم في الصيام، النهارده 15 شعبان. تنعاد عليكم وعلينا الايام بالخير يا رب، احنا وامه محمد اجمعين. المكان ده اللي كان فيه الفراخ البيضاء انا نزلتهم، ربنا هدى الدنيا وعرفت المشكله اللي كانت، الطيور اللي كانت بتعض بعضها ايه، عزلتهم لوحدهم. هوريكم دلوقتي انا عملت ايه وياهم، بس هنشوف هنحط ايه مكانهم هنا. انا نظفت المكان وفرشته، واللمبه ال 200 قايده فيه. هنجيب فيه ايه دلوقتي؟ نجيب بس الكرتونه بتاعتنا الاول كده، عشان انا عندي شويه تنظيفات كده، فانا عايزه يعني ايه اسكن كل طيور، هسكنها مكانها عشان لما اجي انضف مره واحده. هننقل بقى الفراخ الكتاكيت الصغيره اللي موجوده هنا في السلاكه دي. الكتكوت ده من يوم ما طلع هو واقف لي كده اهو، لا بيهش ولا بينش ولا بياكل ولا بيشرب، فهو هيموت يعني مليون المية هيموت. فاحنا هنخرج بقى الايه، الطور اللي هنا، عشان هم عايزين مكان واسع. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليهم، بقوا حاجه تانية خالص. فدول دفعتين طالعين ورا بعض. كان طالع في الاول 6 فراخ هندي، وطالع الاخر اللهم صل على محمد 12 منهم الكتكوت ده، يعني قولوا 11. 11 و6 17 كتكوت، واحنا كنا شارين عليهم 12 فيومي على ما اعتقد او 13. في بطايه هنا مش بتاعتنا وفي بطايه بتاعتنا. فهنشيل كل ده، هنتصل على صاحبه البطه اللي هي البطه السوداء اللي هناك دي بطه من هو البط الجعجاع. هنتصل على اصحابها هيجوا ياخدوها، عشان هي لسه ما تعرفش انها خرجت. فانا هتصل عليها النهارده واقول لها تعالي خد البطه. انا قلت احضنها بس يوم واتنين كده مع الفراخ بتاعتي، عشان هي برضو ممكن ما يكونش عندها طيور صغيره فممكن تتبهدل منها. فقلت احضنها عندي يوم واتنين، هتروح بقى اي مكان تتحط، لو تتحط لوحدها هتاكل وهتشرب. فربنا يبارك. هنعبي الفراخ في الكرتونه ونحاول ننقلهم بقى هناك مع بعض ان شاء الله. خلاص يا حبايب قلبي، نقلتهم. الهندي غير اللي هو الصغنن ده طلعوا 17 هندي، والفيومي طلعوا 12. ربنا يبارك يا رب، اللهم امين، ويرزق كل مكان. حطيت لهم هنا علفتين اهوت، عملت علافه كبيره للفراخ الفيوم عشان بس يطولوا ايه ينزلوا فيها وياكلوا. والهندي عملت لهم الطبق الايه المسطوح ده، عشان فيهم كتاكيت لسه صغيره اللي طالعه على الاخر. فربنا يبارك يا رب، اللهم امين. المكان هنا واسع وحلو ليهم، عشان ان شاء الله انا ناويه اذا اراد ربنا، بس اما ايه اليومين بتوع الصيام دول يخلصوا. النهارده اخر يوم. نعم يا ليلى. طيب ماشي. اليومين بتوع الصيام دول يخلصوا، عشان ابدا بقى ان انا انضف الطيور بتاعتي كلها. هرن بس البنت على التوك توك تيجي ياخدها عشان رايحه الدروس، وهرجع معاكم تاني. خلاص يا حبايبي، رنيت بس لها على التوك توك عشان كانت مستعجله، عشان اتاخرت على الدروس، ورجعت معاكم تاني اهو. دول بقى اللهم صل على محمد دفعه الفراخ ديت والبط، دول هنزلهم في المكان اللي كان فيه السمان، عشان المكان هنا ضاق عليهم والدنيا بقت بايظه معاهم تمام. انا هعمل ايه بقى؟ هجمع الفراخ الفيومي اللي في السلاكه اللي لسه مدخلهم دلوقتي مع الفراخ اللي هنا مع البط، وهنزلهم على الارض. طب هتعملي ايه تاني يا ام ليلى؟ هجمع الفراخ الهندي الصغيره اللي موجوده هنا. انا عايزه اجمع الفراخ الهندي كلها كبير وصغير في سلاكه واحده مع بعض، يبقوا تربيه واحده مع بعض، عشان يبقى لهم اهتمام تاني خالص خلاف اي طيور. عشان بس لما حد يجي يطلب مني فراخ هندي ما اقعدش افرز الطيور من بعضها واقعد اجري واعمل، ابقى عارفه ان هم في مكان واحد، وعارفه ان المجموعه كلها هندي، ما اقعدش اناحي في نفسي. خلصين ميه، خلصين علف، وبسم الله ما شاء الله الله اكبر. قعدوا بيسحبوا في العلف، ربنا يبارك. انا بحب الطير اللي بيسحب معايا علف. الطير اللي بيبقى اكلته بسيطه ده بيزعلني، بعرف ان هو على طول ان هو فيه مشكله. فالطير اللي بياكل معايا ببقى انا مبسوطه، يعني رغم اللي هيسحب علف وهيكلف عليا انا ما عنديش مشكله. ربنا اللي بيرزق الطير قبل ما بيرزق العبد والله العظيم، فما فيش اي مشكله بالنسبه ليا خالص. فانا الطير لما بياكل ببقى عارفه ان الطير بتاعي انا ماشيه صح، وطيوري ما فيش فيها مشكله. يعني انا عايزه بس امسك فرخ هندي اهو، ده فرخ هندي اهو، في فراخ هناك في السلاكه نفس الحاجه. فانا هجمع الهندي كله مع بعض، ما فيش مشكله. يعني ما يبقى فيهم فرخ شارد شويه عنهم ما فيش اي مشكله بالنسبه لي، بس الهندي عايزاه يبقى مع بعضه، والفيومي والبط يبقوا مع بعض. فربنا يبارك. لما البط برده يشد حيله شويه هنقل البط لوحده وهنقل الفراخ لوحدها. فالاماكن متاحه يعني الوقت زي ما قلت لكم ان انا همشي السمان، فانا هفضي الاوضه اللي هناك، فيبقى عندي مكان متاح ان انا احط الفراخ لوحدها والبط لوحده ان شاء الله. بس بعد ما البط يشد حلو شويه انا هحطهم مع بعض عشان يدفوا بعضهم. مالك يا فل؟ كنا ليه؟ كنا ليه يا فل؟ زعلانه ليه؟ مالك؟ لا مفيش فيها حاجه. اقزح اقزح. ها، الله اكبر. كده تمام، مفيش اي مشكله، كده اطمنت عليه. فربنا يبارك يا رب. زي ما قلت لكم بقى، يبقى البلد المهجن
ده هندي هو بس كبير برضو، مش هينفع مع الفراخ الصغيره خالص. فانا هنقي بس الفرخ الايه القليل خالص في الحجم، هحطه مع الهندي لحد بس ايه ما يشدوا حيلهم كلهم، وهلم الهندي كله مع بعضه في مكان واحد ان شاء الله. فربنا يبارك ويحمي يا رب، اللهم امين. البزرامات بتاعنا عسلات الله اكبر عليه، والفيوم والبلد الهجين اللي موجود هنا بسم الله ما شاء الله احجامهم حلوه، ربنا يبارك ويحمي. والبط الله اكبر عليهم بقى حجمهم 10 على 10. فالسلاكه ضاقت وبتتوسخ بسرعه، فانا بس هنضف المكان، لسه ما كنستوش، هنضفه، احاول ان انا اكنسه النهارده، او لو ما قدرتش النهارده اكنسه بكره. هوريكم المكان اللي هنزلهم فيه، بس لازم ان هو يتنضف عشان انزل الطيور دي على الارض. وان شاء الله ربنا ييسر واقدر ان انا انزلهم على الارض بقى، عشان الطير كل ما توسعي له وتجريه كل ما يشيل معاكي وزن ويجي معاكي بسرعه والعلف يبان عليه. فربنا يبارك ويحمي يا رب. نحط لهم الميه بتاعتهم ونروح دلوقتي نشوف عملنا ايه مع الفراخ البيضه والساسو والفيومي والهندي اللي كانوا مع بعضهم، عملنا ايه وعزلنا ايه وسيبنا ايه. فخليكم معايا بس احط ميه لدول ونروح لهم ان شاء الله. هنقفل بقى على دول خلاص، حطينا الميه بتاعتنا والمكان بقى وحش، بس بدل ما استهلك فرشه واكنس واعمل ما فرقتش بقى النهارده ان انا اسيبهم النهارده كده. لو لقيت نفسي هطول لسه هنضف لهم واحط لهم فرشه نضيفه، مش مطوله يبقى خلاص ما جاتش بقى من النهارده. هنحط برده الشكاره عليهم عشان يفضلوا دافيانين، وقبل ما اطلعهم من السلاكه اهوي عليهم، يعني قبل ما اطلعهم من السلاكه اهوي عليهم. يلا بقى نشوف الفراخ البيضه بتاعتنا عملنا معاهم ايه هم والفراخ الساسو، ونقلل الفيومي والهندي وديناهم فين. بسم الله الرحمن الرحيم، يا هادي يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مفيش خساير، بس الفراخ البيضه منها المكان هناك كان دافع عليهم، فلسه مش متعودين على المكان هنا. انا نقلهم امبارح بالليل، بس بسم الله ما شاء الله هم الساسو والابيض مع بعض اهوت. انا قلت اسيب فراخ التسمين مع بعض، مع ان الفيومي تسمين برضو، بس الفيومي اتعلم العض من الهندي. الفراخ البيضه بعد اللي حصل معاهم ده، فيهم فرخ مات وواحد كان اهو، يعني بعد ما عضهم العضه الجامده دي واحد مات وده كان من كده. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. انا عايزه بس حاجه تفضل تكفي بنتي بس طول رمضان، احنا مش عايزين فراخ بيض. انا عندي البزراميط وعندي الساسو وهوت، حتى الساسو مش هيلحق في اول رمضان، بس مفيش مشكله، عندنا البزراميط هندبح منه برضه. فربنا ييسر امورنا جميعا يا رب، اللهم امين. لسه 15 يوم هيكون برضه الساسو فيهم حاجه شدت حيلها، هننقي برضه البرابر، مش هننقي هنسيب الديوك للاخر، هننقي من البرابر. فربنا يبارك يا رب، اللهم امين، ويرزق كل مكان. ده كتير على بيتي اصلا، بس انتوا عارفين يبقى فيه عزايم وفي كلام من ده، بس ايه لازم نبقى عاملين حسابنا واخدين احتياطاتنا لاي طرقه انها تكون فجاه، او ظروف تحصل في البلد عندنا هنا يكون فيه عزا او كلام من ده. انا بعمل اكل وكده عشان برضو جوزي بيجي له ناس وكلام من ده، فلازم اكون عامله حسابي لاي طرقه تكون جايه فجاه كده. فالله المستعان، ربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب ان شاء الله. انا جبت لهم العلافات اهوت، قلت طالما على الفراخ البلدي الساسو والبيضه هيطلوا العلافات بيشبوا وبياكلوا، انما الفيومي والهندي كان فيهم فراخ صغيره فما كانتش هتعرف تاكل من العلافات. فكده خلاص احنا استقرينا على الفراخ البيضه والفراخ الساسو مع بعض هنا، ما عادش في اي تغيير ولا عاد في اي حاجه. بس الفرخ ده محتمل ان هو يموت لانه كانوا عضينه جامد، يعني شايفين كانوا عضينه جامد. فالله المستعان بقى، عاش معانا عاش، مات يبقى ملناش نصيب فيه. ففي واحد مات اللي كان مأذي برضو او مات بعد ما نقلتهم من هنا مات، ففاضل احنا معانا حاليا كده 8 منهم واحد يعلم بيه. فالله المستعان، ربنا يبارك في الموجود ان شاء الله. نشوف برضو الفراخ الفيوم والساسو. انا كنت نقلت الهندي لوحده، الفيوم والهندي كنت نقلت الهندي لوحده، وتاني يوم لقيتهم مدوروا العض في الفراخ الساسو. يعني لو انتوا اخدتوا بالكم نزلت لكم فيديو، تاني يوم لقيتهم مدوروا العض في الفراخ الساسو، فعرفت ان الفيومي روخه اتعلم العض. فانا جبتهم هنا اهوت، المكان عايزه اتنضف، بس ايه مش يومهم خالص لما بس ما اخلص النهارده، لان النهارده يوم السوق ده بالنسبه لي بيبقى يوم صعب، ضغط بينزل والسوق والكلام ده كله، فبيبقى بهدله بالنسبه لي. فهم بسم الله ما شاء الله مسحين العلافه همت، فانا هجيب لهم علف واحط لهم اغير لهم الميه بتاعتهم، ودول هيفضلوا مستقرين هنا مش هيطلعوا من هنا. هنضف لهم بس المكان. الهندي لو في نصيب للناس اللي قلت لكم عليهم ان انا هديهم لهم، لو طلبوا لو رضوا ياخدوهم، يعني اصلا انا بطلعهم هطلعهم هديه، فلو قبلوا الهديه هديهم لهم، ما قبلوش الهديه هيفضلوا مع الفراخ بتاعتي هنا. ففي ناس يعني بتبقى تقبل وفي ناس ما بتقبلش، فكل واحد حسب ما هو متعود. في ناس بتقبل هديه زي ما قلت لكم، وفي ناس ما بتقبلش. فانا هعرض عليهم الوضع، ما جاي لهم حاجه يعني من مكان تاني، فانا هعرض عليهم الوضع. قبلوهم يبقى خير وبركه، ما قبلهمش برضو خير وبركه. وهم ان شاء الله هيفضلوا هنا لحد ما الحاجه التانيه اللي تجيلهم تيجي، عشان اديلهم الحاجتين مع بعض. انا جاي لهم هديه من مكان تاني وانا هديلهم الهندي دول وياهم، فلما الحاجه التانيه تجهز هديلهم الحاجتين مع بعض. والله المستعان، ربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب. اجيب لهم علف بقى واظبط لهم الدنيا. السمان بتاعنا لسه موجود وبدا يبيض معايا، يعني اوقات بلاقي بال10 بيضات، اوقات بلاقي 7، اوقات بلاقي 8، فلسه ما لقيتش حد ياخده. انا كده كده هبيعه،
بس لسه ما لقيتش حد ياخده بالسعر الكويس. فلو اي حد محتاجه يا جماعه مفيش اي مشكله، اشحن لكم عادي. ناخد بالنا بس واحنا داخلين كده عشان لو في بيض نلمه. سايبه لهم الايه الجزء الاماكن مفتوحين على بعض، لان هو حتى المكان هو مقفول بيطيروا يدخلوا هناك. فهندور كده الاول لو في بيض نلمه، عشان بدوس على البيض وبكسره. يعني انا بدخل ما باخدش بالي، بقوم دايسه على البيض واقوم مكسراه. انا كنت بدات اكنس في المكان هنا، فلما دخلت السمان هنا فقلت لا هسيب المكان بقى مش منضفه، لما السمان يمشي هنضف مره واحده. اهو البيض، حجم البيض بسم الله ما شاء الله بقى حلو اهوت. انا قلت لما 30 40 بيضه احطهم في الفقاسه يطلعوا على العيد ان شاء الله. يعني يطلعوا نربي منهم حاجه على العيد ان شاء الله. يعني هما لو اتحطوا يطلعوا لاول رمضان، وعلى دخلة العيد لو فيه نصيب احنا هندبح منهم هندبح منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو شايفين حجم البيضه الله اكبر. يعني عندي حاليا 30 بيضه، فقلت اجمع لو 40 بيضه على بعض وايه واحطهم في الفقاسه يطلعوا مع بعض ان شاء الله. شوف بقى هما بيخشوا يبيضوا هنا، لو في حاجه برضو نجيبها. ساعات بقوم دايسه على البيضه لان بتبقى البيضه لون الكنسه اللي تحت منهم، ساعات بقوم دايسه على البيضه كسرها على طول. وهي فل وهي فل اهي بيضه اهي. دول كده اللهم صل على محمد 6، فاكيد لسه هيبيضوا حاجه تاني. ربنا يبارك يا رب، اللهم امين، ويرزق كل من كان. ربنا يبارك ليا وليكم. تعالوا بقى انا هجيب لكم العلف بره. العلف هيبقى بره، تعالوا تعالوا يلا. استغفر الله العظيم يا رب، ريحه السبله والحاجات دي هي بتتعبني اصلا، بس هعمل ايه الله المستعان، ده شغلي واكل عيشي. ده شغلي وباب رزقي يا جماعه. لان انا ممنوعه من الطيور اصلا ان انا اقرب من الطيور وكنسه الطيور، بس ده باب رزقي باب رزقي، فلازما اجي على نفسي عشان باب رزقي، ولازم اربي طير تبقى حاجه نظيفه طالعه من تحت ايدي عشان اكل ولادي منها. ما اعرفش اشتري من بره، حتى لو انا مش مربيه فراخ بيضه واضطريت ان انا اشتري من بره عشان بنتي، بسيبها اسبوع او 10 ايام تنضف في اللي بطنها تماما، مش بذبحها على طول، مش بذبحها خالص على طول كده. فالله المستعان، ربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب ان شاء الله. حبيت اعمل معاكم الجوله كده السريعه دي واوريكم انا هعمل ايه في الطيور بتاعتي وايه الدنيا بتاعتنا. فالله المستعان، ربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده، استنونا فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.